السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. جايه لكم من قناة فيروز في المطبخ. حطوا لي بقى لايك، فعلوا الجرس، اشتركوا في القناة. دلوقتي ايه في طمن حلبة، طمن حلبة مطحون، طمن حلبة محوجة، طمن سمسم، كوباية دقيق، كوباية زيت ونص، لان ايه بيبقى ربع زيت. دي يا حبايبي ايه الحلبة المعقودة اللي اسمها ايه مفتقة. 2 كيلو عسل، ده كده ايه 3 كيلو هم، 3 كيلو عسل. هوريكم بقى يا حبايبي الطريقة دي أكلة الشتاء. دي ايه ما بتتعملش في الصيف، دي أكلة الشتاء، مغذية للأطفال وللكبار وبتدفي، جميلة جدا. يا حبايبي ايه هقول لكم ايه على حاجة، لما تجيبوا العسل تجيبوه من حاجة موثوق منها، ما يبقاش مسكر، علشان ايه كمان ايه الحلبة المحوجة دي. احنا ايه كنا نروحوا عند مثلا عطار ونقول له ايه هات تمن مغاط، بس ما فيش مغاط يبقى بدلها الحلبة المحوجة اللي بتبقى فيها البهارات كلها، بتبقى جميلة جميلة جدا. هوريكم يا حبايبي الطريقة، والطريقة دي سهلة. وايه والسوداني ده هوت بيتحط في قلب الحلبة، ومنه بيتحط ايه بعد ما الحلبة تتعمل. هوريكم الطريقة بتاعتها ازاي يا حبايبي. الزيت اهوت، بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبايبي انا كده ضفت الزيت وادي الدقيق اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. بصوا يا حبايبي ايه واحده واحده كده وعلى نار هاديه، علشان ايه الدقيق ما يتحرقش، يبقى شكله جميل كده. يا حبايبي ايه السمسم ده انا ايه منقياه ومحمراه، واخداه تحميره كده، فانا ايه عشان ما يتحرقش، فبس دي ايه اصفر كده شويه وهرمي السمسم عليها واحده واحده كده، والمقادير مظبوطه عشان هي كمان تطلع مظبوطه وتطلع احسن حلبه محوجه، او هي ايه بيقول عليها ايه مفتقه. حطوا لي بقى لايك. اهي دلوقتي ايه هنحط السمسم، بس ايه يصفر كده شويه عشان السمسم ده انا محمراه. بسم الله الرحمن الرحيم. ده السمسم والدقيق، كل حاجه بالتدريج كده، السمسم والدقيق اصفر بس كده شويه اهو، والنار تبقى هاديه كده عليه عشان الدقيق ما يتحرقش، يبقى اصفر كده شكله حلو وشكله جميل ذهبي كده. دلوقتي يا حبايبي ايه هنقلبه العسل اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. سهله، عمايلها سهله خالص، جميله جميله جميله. بصوا بقى جميله جدا، كل ما المقادير تبقى مظبوطه تطلع هي جميله قوي. العسل ده زي ما انا قلت 3 كيلو اهو. احنا بقى ايه تغلي غلوتين، وبرضو ايه واحده واحده كده عشان تعرفوا الطريقه. ايه وهي بتغلي كده حبه كده، وهنعمل ايه نحط الحلبه اهي. بصوا حلوه ازاي وجميله ازاي، على كده سهله يعني، مش ان هي الواحد يقول مثلا عقده كده ومش قادر ان هو يعملها او يكسل يعملها، لا سهله والله، جميله جدا. وفي الاكل كمان جميله جميله. تجيبوا عيش فينو كده وتحشوا العيش الفينو للعيال الصبح، تفضل غديانه طول النهار، لان دي مغذيه جدا. والعسل ما تجيبوش، انا قلت قبل كده العسل مش مسكر. وفي حاجه يا حبايبي كمان، احنا كنا بنجيب المغاد ده
عشان اقول لك ما تسكرش الحلبه، ما تسكرش وتقعد ايه لحد ما تخلص، ما تسكرش ابدا معاكي. فايه بنجيبوا الحلبه المحوجه دي عشان فيها بهارات هم حاطينها جميله جدا، بتخلي ريحه الحلبه جميله، لما تيجي تاكليها كده ليها طعم مختلف جميل جدا. بصوا يا حبايبي انا معاكم ما وقفتش ومعاكم للاخر، عشان ايه انا عارفاكم ان انتوا شطوره وبتلقطوا الحاجه قوام كده اهي، حاجه جميله. دلوقتي بقى هوريكم حبايبي وهي على النار كده اهوت، بنقلب الحاجه دي شويه بشويه كده اهي عشان ما تكلكعش مننا. دي ايه؟ دي الحلبه المطحونه اهي، بنحط حبه حبه اهي، ما تتحطش كلها مره واحده عشان ما تكلكعش منكم. دلوقتي ايه انا هعين بقى المعلقه دي اللي انا قليت بيها ايه، اللي حمرت بيها السمسم، فانا ايه بحط دي عشان ايه تبقى حلوه كده، تقلب حلو ايه. حبه حبه كده عشان ايه ما تكلكعش، وهي ايه تغلي عادي وهي بتغلي كده ايه. حطوا لي بقى لايك بقى، حاجه جميله اهي تستاهل اللايك. ايه رايكم بقى يا حبايبي اهي؟ وبعدين ايه حاجه مش مكلفه والله، بس بقى ايه دي هتقعد عندك فتره كبيره، تفطروا منها تتعشوا منها والاولاد مش هينسوها. كل ما تقلبي كده الحاجه دي تروح ايه، احنا ما قلبناهاش كلها مره واحده عشان ما تعملش كلكعه، شيء يدوب وشيء لا. بصوا هي لسه في ايدي اهي، دي بقى اللي انا حطيتها الحلبه المطحونه، طمن كيلو على 3 كيلو عسل، كوبايه ونص زيت، هو ايه بيبقى ربع زيت، احنا بنعايروه ربع زيت، فخدت كوبايه ايه ونص، مش كوبايه لا كوبايه ونص. كوبايه دقيق، ال3 كوبايات قد بعض اهي. لو عايزه تعايري الدقيق بالمعلقه يبقى 7 معالق دقيق ايه مش ممسوحين، 7 معالق دقيق مليانين. وادي ايه الحلبه اللي قلنا عليها ايه محوجه، دي بقى بتدي لها طعم خطير. في بقى ايه بيحطوا السوداني ويحمروه مع السمسم، بيبقى ايه ممكن يتحرق، والحاجه التانيه يشرب من العسل ويبقى طري. فانا جربت الحكايه دي ياما، كنا نروح محمرينه مع السمسم ويشرب بقى من العسل ويبقى تيجي تاكليه يبقى طري، ولا تحسي بيه ان سوداني. احنا بنعمل ايه بقى السوداني اللي بنحطه بيتقشر وتنفخي القشر كده منه وتروحي ايه بنسيبوه بحاله، مش تدقيه وما يبانش، لا مصاص الواحده مصححه ماشي. بتيجي كده ايه لما تيجي تاكليها وفي قلب العيش الفين وتحسي بيها ان ايه بتخروش كده تحت اسنانك، بتبقى طعمها جميل جدا. غير بقى ايه اللي يرميها في العسل والعسل سخن او يحمرها مع السمسم، دي ما تبقاش حلوه. هتجربوا الحكايه دي يا حبايبي، هتجربوها وهتقولوا فعلا، لان ايه احنا على فكره طول عمرنا نعملوها، يجي الشتاء نعملوها لان دي اكله الشتاء وبتدفي في الشتاء وبتبقى روعه. هوريكم بقى ايه اما اخلصها خالص وتبرد، هوريكم انا هعمل فيها ايه. بصوا هي كده ايه هي بتغلي على فكره، انا بقلبها وبحركها عشان بحط الحاجه عشان ما تكلكعش. طول ما انت بتقلبي كده وهي بتغلي هوريكي بقى ايه بعد ما تخلص. انت دلوقتي بتقلبيها وبتقولي يا ترى هي خلاص على كده، انت بتعملي ايه بتجيبي طبق وتروحي منقطه فيه كده، تمسكي الحته اللي انت نقطتيها كده تمسكيها بصبعك تلاقيها ايه دخلت ايه في العقد بتاعها، نقوله ايه كده عقدت. هي مش هقول لك بقى ايه بتاخد قد ايه على النار، ما احنا بنوطش البوتاجاز وبنولعه.
فايه ايديكي تبقى فيها على طول، ايديكي تبقى فيها كده على طول، تخلي الحاجه اللي انت حطيتيها الحلبه المحوجه والحلبه المطحونه ما تبقاش مكلكعه. اهي بصي ولا حته اهي. ويا حبايبي بقى ايه، في كل واحد ومقدرته، في بيحط بندق، في بيحط لوز، زي ما انتم عارفين يعني الحاجات اللي بتتحط دي، وكل واحد وعلى قده. انا جايبه لها سوداني، والسوداني جميل. احنا بقى ايه، والله انا وعيت على الدنيا كده الاقي امي وستي وحماتي يحطوا لها سوداني، مع ان كانت الحاجه رخيصه يعني وكده، بس بيحطوا لها سوداني. بص ولا حته مكلكعه كده ايه. انت عارفه لو اسيبها كده هتغلي، وهتوريكم ان هي بتغلي. انا مش هخليها ايه تغلي، ليه بقلب كده على طول عشان ما يبقاش في حاجه ايه مكلكعه فيها، بكبشه كده وافضل اعمل كده عمرها ما تكلكع. وايه، ولما تيجي تحطي بقى الحلبه وتحطي الحاجه دي ما تسيبهاش تغلي وتحطيها هتكلبش منك، لازم وهي اول ما حطيتي العسل ودفي كده شويه وتروحي قلبه بقى الحاجه حبه حبه، ما تسيبهاش تغلي وتروحي قلبه الحاجه دي. الطريقه وهي كمان ايه، بصي بتغلي. انا دلوقتي ايه هتلاقي ممكن تلاقي الحلبه ايه حته كلكعه ولا حاجه، هتعملي كده، تعملي كده، ما تخليش حاجه طول وهي بتغلي، هتساعد ان هي مش هتخلي ولا اي حاجه مكلكعه. بصوا اهي تعقد بقى، وهتبقى حلبه جميله جميله، تاكلوها هتحلفوا بيها. حاجتها بسيطه والله، وعمايلها بسيطه جدا. هي بس في حاجه تانية عايزه اقولها لكم، ان تتحط في حله كبيره. ليه؟ هي ممكن تفور منك. هي دلوقتي انا ايدي فيها، هي مش بخليها تفور، انسهيتي كده والحله صغيره ممكن تفور وتدلق منك، فانتي تحطيها في حله كبيره وتنت ايدك فيها كده على طول على طول. اهي بصوا الجمال بقى، لوز العنب. ما تنسونيش بقى في اللايك. ايه رايكم يا حبايبي؟ جميله جميله جميله. ده احنا كان زمان نجيبه 5 كيلو عسل، 6 كيلو عسل، وتقعد طول الشتاء عندنا. ما كانش بقى في ثلاجه ولا في حاجه ما تتحطش في الثلاجه دي، خلي بالكم دي الدنيا ساقعه تقعد لحد الشتاء ما يخلص. اللي بيقول لك بقى سكرت بيبقى مش حاطط لها. اللي احنا بنجيبه من كنا مغاط، بنجيب الحلبه المحوجه بديل. ليه؟ الحلبه المحوجه فيها مغاط، فيها توابل، فيها حلبه مطحونه، بس الحلبه بتاعتها مش ياما، بيبقى ايه مغاط وتوابل بتاعتها انت ما تعرفليش بيحطوا على على الحلبه المحوجه ايه، بهارات العطار هو بس اللي يبقى عارفها. فانا ايه هروح اقول له اديني إيه مثلا بهارات بتاعت حلبه، ما عمرنا ما جبناها. احنا كنا نجيب المغاط نحطه ايه عليها، بس اوعوا تحطها في التلاجة هتكلبش، وحتى لو هي عاملاها رفيعه هتبقى ايه تمسكيها كده تشد معاكي. بصي في حاجه بقى ملحوظه بقى تانية، سيبيها في الحله، انت ما لقيتهاش عقدت، اما تبرد عايزه اتخن من كده هتعملي ايه؟ تروحي مولعه وموطيه عليها. احنا كنا بنعمل كده، لقيتها خفيفه هقول دي خفيفه، مش انا بقى افضل اعقد فيها لما تبقى تخينه قوي وارجع تاني اجيب لها عسل ادلقها عليها عشان اخففها. لا انا بقى ايه اروح عامله ايه، اروح غليها تاني، طلعت خفيفه مني اغليها تاني، ما فيهاش مشكله طول ما في الحله، لان انت عمرك ما هتحطيها في اطباق او تحطيها في العلبه اللي انت هتحفظيها فيها، مش هتقدري تقلبيها سخنه. مثلا عايزه تحطيها في بلاستيك، في ازاز، براطين ازاز، فلازم تسيبيها لتاني يوم عشان ايه تنزليها. لو انت مثلا عاملاها الظهر هتسيبيها لحد ايه بالليل هتكون بردت، عملتها بالليل هتسيبيها لحد الصبح لحد ما تكون بردت، لازم تبرد خالص عشان ما تفرقعيش البراطين ولا تسيحي البلاستيك. دي ايه معلومه تكونوا عارفينها. ده الاطفال بقى يقولوا ايه اعملي حلبه، اعملي لنا حلبه. احنا نعملها ايه في اول الشتاء كده تفضل عندنا وما يجرالهاش حاجه بقى. الحلبه عمرها ما يجرى لها حاجه الا اذا كان العسل جبتوه ايه مسكر. اسمها ايه بقى؟ احنا كنا نقوله حلبه معقوده اكتر، والناس يقولوا ايه مفتقه.
بس احنا كنا نقوله احنا عايزين نعمل حلبة معقودة. هي على فكرة بتغلي، بصوا بصوا بتغلي ازاي اهي، وانا ايدي فيها برضو عشان ما تلزقش في الحلة من تحت وتشيط وايه تغير طعم الحلبة. بصوا ولا شيطة ولا حاجة، هي جميلة جميلة اهي. انا ايه قلت استنى معاكم للاخر، مش ان انا ايه بقى اقول اطفي الفيديو واقول انا ايه وريتها لهم، لا انا عايزاكم تشوفوها لحد الاخر. عشان ايه مثلا انت هتجيبي عسل، العسل دلوقتي غالي، انتوا كنتوا عارفين زمان كان العسل بكام؟ مش هنقول يعني، احنا بنقول ايه على الزمن اللي احنا فيه دلوقتي العسل غالي. هتعملي 3 كيلو عسل دلوقتي انا بقلبها اهي موطيه عليها خالص خالص. على فكره شكلها عقدت كده، بنعمل ايه؟ انا وطيت عليها عشان ما تشتش، بنعمل كده ونسقط كده اهو، بنمسكها بقى كده ونعمل كده اهي. عقدت على فكره، لسه سخنه، لسه سخنه جامد قوي، لسعت لي صبعي كده يا حبايبي. هي عقدت اهي خلاص على كده. جميله 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 لوز العنب. هي عقدت وطفيت عليها البوتاجاز، وهوريكم هعمل ايه تاني باذن الله. اللهم صل على النبي يا بركه النبي. اهي خلصت كده. ويا حبايبي الحلبة بتاعتنا الجميلة خلصت اهيت، وانا عبيتها بس اما تبرد نهائي، لازم تكون باردة نهائي، تمسكيها كده تلاقيها ساقعة مش سخنة، عشان انا دلوقتي حطاها في علبة بلاستيك او برطمان ازاز، فلازم تخلي الحلبة اي حاجة سخنة ما تتحطش ولا في ولا في بلاستيك ولا ايه ولا في برطمان ازاز. فبردت نهائي كده، خدت حبه سوداني من اللي انا قلت لكم عليهم، اللي المفروض كانوا بيحمروها مع السمسم الاول، فلقوا السوداني بيبقى طري، شرب بقى من الزيت وهو بيتحمر، وشرب من العسل نفسه، فايه بتبقى طريه السودانيه طريه. لا انا بخلص خالص وبردت خالص، باخد كبشه السوداني بتاعتي كده، انا ايه جايبه ربع سوداني، فايه اروح رميه عليها واروح مقلباه بالمعلقه. كمان ايه هي كده يعتبر عقدت اهي، بصوا تقيله اهي. بس لو انت عملتي اتقل من كده مش هتقدري تحشي عيش فينو بيها. بصوا اهي اهي، شوفوا الجمال، لوز العنب اهو. بصوا السوداني والسمسم بيعوم على وشها. طبعا ايه احنا مثلا ايه هناخد منها، فايه في على كده هي خلصت خالص، بس ناقص تكه واحده كده. حطوا لي بقى لايك. الحاجه التانيه بقى ايه اللي انا بعملها، باخد الحشو بتاعي بحط سوداني على سمسم زي ما انتم شايفين كده، واروح رشاها كده اهو، لان اللي هياخد منها سوا في طبق. على فكره دي تنفع تتغمس، هي كده تنفع تتغمس. ليه؟ لان ايه خفيفه، لكن لو تقيله عن كده مش هتقدري تمسكيها في اللقمه ابدا. يعني في بيحط طبق كده ويقعد يغمس بيه، مش عايز سندوتش مثلا. والتانية نفس الحكاية. دول يا جماعة 3 كيلو عسل عملوا لي الكمية دي، كمية كبيرة كبيرة خالص. طبعا ايه في هنا ومعايا سوداني برضو تاني بخليه، اما ياخدوا بقى ايه ياخدوا مثلا طبق بياخدوا من الجنب كده، ما خلاص ايه انا جملتها كده ايه بالحشو بتاعها غير الحشو اللي فيها، فبياخدوا ايه بالمعلقة من هنا، هياخدوا منها يحطوا في طبق في سندوتشات كده على جنب. الحشو ده مثلا خلص وهي نقصت، بيفضل عندي السوداني ده والسمسم اروح رشاه تاني عليها، فبيبقى جميل جميل جدا لوز العنب. جربوا بقى الحكايه دي وكلوا منها وادعوا لي. ويا حبايبي ايه اللي مش مقدرته يحط ايه اللي هي حشوها فيها، اللي مش مقدرته يحط السمسم والسوداني الاخر، هي كده كده هي خلصت وهي مقاديرها كده هتتاكل. واللي ما يعرفش المقادير بتاعتها اللي انا حطاها او ينساها هسيبها لكم في صندوق الوصف. فكده يا حبايبي المفتقه او الحلبه المعقوده هي لها اسمين، خلصت على كده. اعملوها يا حبايبي ومش هتندموا ابدا، بس بالمقادير اللي انا عاملاها هتطلع جميله جميله في منتهى الجمال. حطوا لي بقى لايك، وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله.